بتبدأ الحكاية بمدينة صغيرة سحرية اسمها بلطيس، واللي بتكون مدينة بيتحقق فيها المستحيل بسبب قوة إيمان شعبها بالسحر. لكن مع الوقت كل شيء بيتغير وبيبدأ فيها الصراعات والحروب لحد ما بتغيب الشمس وبتتجمد السحب وبتثبت الغيوم وبيختفي السحر تماما من المدينة. وبنروح بعدها لطفل يتيم اسمه بيتر، واللي بنعرف انه طفل عايش مع جندي عجوز اسمه فيلا، اللي بيبقى دايما بيدرب بيتر على الصلابة والتحمل وبيجهزه علشان يكون محارب قوي. وبيروح بعدها بيتر وبيديله عملة واحدة علشان يجيب بيها أكل يتعشوا بيه، فبياخد بيتر العملة وبيروح السوق. وأول ما بيوصل لمحل السمك بتقع منه العملة في الشارع، فبيجري بيتر وراها وبيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها قدام خيمة حمراء شكلها غريب، وبيبقى مكتوب عليها إنها العرافة بتجاوبوا على أصعب الأسئلة اللي ممكن تخطر في بالك، ومكتوب إن إجابة أي سؤال بعملة واحدة بس. وساعتها بيزيد فضول بيتر وبيدخل الخيمة عشان يشوف فيها إيه. وقتها بيلاقي العرافة بتعرفه بنفسها وبتقوله إنها عارفة كل حاجة عن تاريخ حياته وإنها تقدر تجاوبه على كل الأسئلة اللي بتدور في باله. لكن بيتر ما بيكونش معاه فلوس غير العملة اللي هيجيب بيها الأكل. وقتها العرافة بتخيره ما بين إنه يعيش يوم واحد من غير أكل أو إنه يفضل طول عمره بيدور على إجابة السؤال اللي مش عارفه. ولما بيتر بيقرب منها بتلمس العرافة إيده وبتقوله إن أخته لسه حية، فبيندهش بيتر من العرافة وقالت له مش هو دوت السؤال اللي بيدور في بالك على طول. وبيبدأ بيتر يحكي لها عن موت باباه ومامته في الحرب، وإنه فاكر إن كان عنده أخت صغيرة وفاكر كويس إنه شالها بإيده ولعب معاها. لكن العجوز فيلا دايما بيقوله إنها ماتت وإنه لحد دلوقتي لسه بيشوفها في الحلم ومؤمن جدا إنها لسه موجودة. وبيسألها هي فعلا لسه موجودة، فبترد عليه العرافة وبتقوله يسأل السؤال بطريقة صح علشان يقدر يلاقي الإجابة اللي هو فعلا عاوزها وما يضيعش العملة اللي معاه. فبيفكر بيتر شوية وبيسأل العرافة عن مكان أخته، فبترد عليه العرافة وبتقوله يمشي ورا الفيلة. لكن بيبقى بيتر برضو مش فاهم لأن المدينة بتاعته كلها ما بيبقاش فيها أفيال. وبيروح للعجوز فيلا اللي بيكون غضبان جدا منه عشان ما جابش الأكل، ويبدأ يحكي للعجوز على حكاية الخيمة اللي دخلها وإن العرافة قالت له إن أخته لسه عايشة. لكن فيلا بيأكد له إن أمه وأخته ماتوا في الحرب وإن هو اللي أنقذه وأخده عشان يربيه. وبيطلب منه إنه يجيب له الكتاب من العراف واللي بيكون عليه توقيع واحد من أصحاب العجوز فيلا. بيكمل كلامه بيقول له إن صاحب الكتاب ده كان جندي رائع، لكن الكتاب ده كان بيخليه يسهر بالليل وهو بيقرأ فيه، كان بيأثر عليه ومخلي قلبه رقيق لأنه فيه قصص بتحكي عن الأهل، علشان كده قرر العجوز إنه يسرق منه الكتاب. وفعلا الخطة نجحت، ومن بعدها الجندي رجع شجاع من تاني وقلبه مات لأن الكتاب ده كان دايما بيفكره بأمه والنوم والراحة اللي ملهمش مكان في حياة الجندي. وبيكمل وبيقول لبيتر إن حكاية العرافة مجرد قصة خيالية. وبيروح بعدها فيلا يراقب بالمنظار بتاعه القطط وهما بيتخانقوا مع بعض، وبيعاقب بيتر وبيخليه يمشي المشية العسكرية. وهو ماشي بيقع التراب من السقف على الأكل بتاع جيرانهم اللي تحت. بتقوله الست الكونتيسة حبست الفيلة وإن الساحر دخل السجن، فبيفرح بيتر جدا لأن طالما الفيلة موجودة تبقى أخته فعلا حية. وبيجري بيتر بسرعة على جاره ليو اللي بنعرف إنه بيشتغل في حرس الكونتيسة، وبيلاقي بيتر فرحان أكتر منه عشان الفيلة موجودة لأنه مؤمن بأن بيتر يستحق حياة أفضل. وبيروح يتكلموا مع الكونتيسة اللي بتكون مستحيل إنها تضحك أبدا، وبيحاول ليو يشوف طريقة لبيتر عشان يكون قريب من الفيلة. وبنرجع بعدها للسجن ونشوف الساحر وهو محبوس وبيفضل يعمل تعويذات عشان يحاول يخرج، لكن تعويذاته كلها بتكون غلط. وبتكون مدام لافون رجليها اتكسرت وقاعدة على كرسي متحرك، وبتروح للساحر السجن عشان بتكون عايز انه يعترف انه كان قاصد يأذيها، لكنه بيقول لها انه كان عايز يجيب لها ورد والتعويذة فشلت، لكنها بتكون مصممة انه يعترف انه جاب الفيلة. وبعدها بيكونوا في قصر الكونتيسة وبيتفاجئ ان الكونتيسة وكل اللي في القصر اخدوا قرار بقتل الفيلة لانها جت بحيلة سحرية، ولان الساحر ما بيقدرش يخفيها وانها بتمثل خطر على المدينة. فبيقلق ليو وبيحاول يوقف قتل الفيلة، فبيبعت جواب للملك اللي بيبقى عمره ما نزل المدينة نهائيا، وبيحكي له في الجواب قصة الفيلة. وبنعرف ان الملك ده كل اللي بيهمه هو الترفيه والضحك، حتى لو كان هيتسبب في موت حد، المهم ان هو يضحك وخلاص. ولما بيوصل الجواب للملك ان الفيلة في المدينة وعوار ست عجوزة بيفرح الملك جدا، وبيبعت جواب تاني للمدينة وبيقول لهم انه جاي يشوف الفيلة. وقتها بتبدأ الكونتيسة بأعمال التحضيرات لاستقبال الملك، وبيدخل بعدها بيتر من خلال الصورة علشان يشوف الفيلة. وفعلا بيدخل الملك للقصر وبيحيي كل الموجودين بما فيهم مدام لافون. وبعدها بيكشفوا عن الفيلة الضخمة اللي بيكونوا رسموا عليها بألوان جميلة عشان زيارة الملك، وبيكون كل الموجودين مبهورين بحجمها لأنه ما بيكونش حد فيهم شافها على الحقيقة قبل كده. لكن فجأة بتغضب الفيلة وتحاول تفك السلاسل، وبيلاحظ بيتر إنها متعصبة بسبب الألوان اللي دخلت في عينيها وهي بتتألم، علشان كده هي متعصبة. وساعتها بيهجم عليها الجنود بالأسلحة
لكن بيتر وليو بيمنعوهم من ضرب النار. وهنا بيتر بينتهز الفرصة وبيحاول يتعلم مهارات القتال بالسيف. بتكون مرات ليو مش مقتنعة باللي بيعملوه، وبتحكي لبيتر ان ليو مهووس بجمع السلع الغريبة وخصوصا قماش الحرير اللي بيضيع عليه كل فلوسه. لكن بيتر بيقول لها انه مؤمن جدا ان هيكون ليه لازمة في يوم من الايام. وبنعرف ان ليو وبلوريا مش بيخلفوا. وبيتغير المشهد في دار ايتام عند بنت اسمها ادل، واللي بتكون دايما بتشوف الفيلة هي كمان في الحلم. بتروح ادل لمربية الدار اللي اسمها ماريا، وبتكون هي اللي مربياها. بتقول لها ادل انها حلم التاني بنفس الفيل، وان الفيل ده بيبقى عايز ياخدها لمكان معين لكنها ما بتعرفش فين. فبترد عليها ماريا وبتقول لها انها مؤمنة بالاحلام، لكن العالم بره قاسي ومرعب وانها هتكون جوه الدار في امان. وبنرجع تاني للفيلة اللي بتكون بتحلم هي كمان بعيلتها، وبتتمنى انها ترجع لموطنها اللي بتنتمي ليه مرة تانية. ولما بتصحى بتعرف ان رجوعها على عيلتها شيء مستحيل. وبيتجمع كل اهل المدينة عشان يشوفوا المعركة اللي بين بيتر واقوى جندي في المملكة. وبيظهر ليو وبيشجع بيتر وبيقول له ان مفيش حاجة اسمها مستحيل. فبيتشجع بيتر وبيكون عنده هدف قوي انه ياخد الفيلة. وساعتها بيدخل اقوى جندي في المملكة واللي بيكون قوي وضخم جدا واسمه داشميت. وقتها بيشك بيتر ان ده صاحب كتاب القصص اللي كان حكاله عليه. وفورا بيجري بيتر في شوارع المدينة وبيجري داشميت وراه وبيطارده في الشوارع، وبيقدر يهرب منه بصعوبة. وبيروح لبياع السمك وبيديله سيف الملك مقابل سمكة كبيرة. وبياخد بيتر السمكة وبيجري بيها وبينط في النهر عشان يهرب. وبيدي السمكة للقطط عشان يتلهي فيهم من الشباك. وفعلا بيتسحب بيتر وبياخد كتاب القصص بتاع داشميت على امل يعني ان هو يكون جندي المحارب. وبيخرج بيتر للمحارب وبيوريله الكتاب بتاعه، وبيشوف فيلا بالمنظار بتاعه لكنه ما بيكونش فاهم حاجة ولا بيكون عارف اي حاجة عن التحدي بتاع بيتر. وقبل ما داشميت يقتل بيتر بيشوف ان كتابه فعلا، وبيفتكر والدته وهي بتحكي له القصص اللي في الكتاب. فبيعيط داشميت وبينزل على ركبته مستسلم قدام بيتر. وكده يكون هو خلص اول مهمة مستحيلة، وهي هزيمة اقوى محارب في المملكة. وبنروح بعدها للمهمة المستحيلة التانية. وبيقول الملك لبيتر انها عبارة عن انه يطير من اعلى مكان في المدينة، وان لو فشل هياخد منه الفيلة. فبيخاف بيتر لانه مستحيل يقدر يطير. وبعدها بنرجع لأدل اللي عرفت من سكان المدينة ان في فيلة موجودة في قصر الكونتيسة، وبتطلب من المربية ماريا انهم يروحوا يشوفوها. فبتوافق ماريا. من ناحية تانية بتكون مدام لافون في السجن عند الساحر، وبتروح له كل يوم عشان يعترف باللي عمله. وبيفضل الساحر يحاول يقنعها انه ما كانش يقصد لكنها مش بتقتنع. وبنرجع لبيتر اللي بيبقى قاعد مع فيلا وبيحاول يتعلم الطيران، لكن فيلا بيقوله انه مستحيل يقدر يطير، وان فوزه على داشميت كان مجرد صدفة، وان لو حاول الطيران هيموت زي اخته وامه. فبيزعل بيتر وبيخرج من البيت وهو مش عارف هيعمل ايه. وساعتها بيشوفوا ليو وبيدخلوا عنده في شقته، وبلوريا بتجيب لهم اكل، وبيكون بيتر سعيد وسطهم كأنهم عيلته. وفي نفس الوقت بتكون أدل وماريا وصلوا للمدينة وبيحجزوا في فندق. ولما بتنام ماريا بتحلم باللي حصل في الحرب، وبيحلم فيلا بنفس الحلم وفي نفس الوقت. وبيظهر ان في عيلة مقتولة جوه بيتهم وما بيتبقاش منهم غير ولد وبنت رضيعة. وبيدخل عليها جندي محارب واللي بيكون فيلا، وبتديله ماريا الطفلة والولد، لكنه بيطلب منها انها تاخد الطفلة الرضيعة لانه مش هيعرف يربيها، وانه هياخد الولد يربيه. وبيطلب منها تخرج بسرعة قبل ما البيت ما يتحرق. وفعلا بياخد الولد منها وبيسيبها وبيمشي من البيت. وبعد ما بيخرج فجأة البيت بينفجر، وبيفتكر فيلا ان المربية والبنت ماتوا، وبيندم انه ما اخدهمش معاه. وبيوعد الطفل انه هيحميه ويربيه. وبينتهي حلم فيلا، لكن بتكون ماريا بتحلم لسه بنفس الحلم، وبتكون نجت من الانفجار. ولما سألت الجنود ساعتها قالوا لها ان مفيش حد نجي منهم. وبتفتكر وقتها ماريا ان فيلا والطفل ماتوا هما كمان. وفي تاني يوم بيحاول الملك يخلي الكونتيسة تضحك، لكنه ما بيقدرش، والحرس اكدوا انها مستحيل تضحك بسبب وفاة اخوها في الحرب. بيكون كل الناس اتجمعت في المدينة علشان يشوفوا بيتر هو بيطير. وقتها بتكون أدل موجودة مع ماريا ومتحمسة تشوف الفيلة، وبيكون الملك متشوق لرؤية بيتر وهو بيطير. وبيشوفوه فوق أعلى مكان في المدينة وهو بيستعد للطيران. وبيكون بيتر خايف جدا وهو بيقرب من حافة السطح، وساعتها رجله بتتزحلق وكان هيقع، لكنه بيلحق نفسه أخيرا وبيقدر يطلع تاني. وبيمشي بالراحة لحد ما بيوصل للحافة وبيرمي نفسه من فوق السطح وبيقع في اتجاه الأرض. وبيفتح شنطته وبيخرج منها مظلة صنعها من قماش الحرير اللي كان عند بيت ليو. وبيكون كل الناس فرحانين بنجاح بيتر في تاني مهمة، بما فيهم أدل وحتى فيلا اللي بيبقى بيراقب بيتر من بعيد. وبيكونوا سعداء جدا بيه هو والفيلة والساحر ومدام لافون. وبيروح بيتر بعدها للملك عشان يعرف ايه المهمة المستحيلة الجديدة. وقتها بيقولوا الملك ان مهمته الجديدة انه يضحك الكونتيسة. وساعتها بيكون الكل مستغرب من المهمة بما فيهم الكونتيسة نفسها. وبعد ما الناس بتمشي بتروح أدل للفيلة وبتلمسها، وبتلاقي بيتر هناك بيتكلم مع الفيلة وبيقول لها انه مش خفيف الظل وما يعرفش نكت.
لكن هي بتقوله انها ممكن تقوله نكتة، وبتحاول تهزر معاه وبتضربه بدون قصد. لكن وقتها بتيجي ماريا وبتقول لها انها خلاص شافت الفيلة وانهم لازم يمشوا، وبتاخدها وبترجع للفندق. وبالليل بيحاول بيتر يكتب نكت بتضحك، وبيقرب منه فيلا وبيقوله الحقيقة وانه فعلا شاف اخته حية، لكن ساعتها البيت اتحرق بيها هي والمربية، وكان المفروض يرجع علشان ينقذهم من الانفجار، وانه ما كانش هيقدر يربي طفلة رضيعة علشان كده سابها للمربية، وانه كذب عليه عشان ما يزعلوش وبيعتذر لبيتر. لكن الغريب ان بيتر بيفرح جدا لان فيلا ما شافهمش بعينه وهم ميتين، وده بيبقى معناه ان في امل يلاقي اخته تاني. واخيرا بيشجعوا فيلا لاول مره، وبيقولوا انه قدر يحقق المستحيل قبل كده لما فاز على داشمت، وكمان النهارده لما شافه بيطير. وبيخرج بيتر عشان يكتب النكت للكونتيسة، وبيشوفوا الساحر من شباك السجن، وساعتها بيقرب من مدام لافون وبيقول لها انه كان بيكذب عليها لانه ما كانش عاوز يجيب لها ورد، لكن الحقيقه انه لقى ان كل اللي في المسرح مش مؤمنين بيه، لحد ما جاله احباط وهما بيتريقوا عليه وبيهنوه رغم انهم بيشوفوا سحر حقيقي قدام عينيهم، وانه كان عايز يعمل تعويذه قويه ترجع الايمان لشعب المدينه مره تانية، لكن سحره كان معيوب وغريب. وبيكون بيتر عند الفيله وبيحاول يستلهم منها اي نكته، لكن النوم بيغلبه وبينام جنبها، وبيحلم انه بيلعب معاها على السحاب المتجمد. وبيعرف بيتر وقتها ان الفيلة مفتقدة عيلتها هي كمان وعايزة ترجع لموطنها. وفي تاني يوم بتسحب لوريا هي وليو بيبلغوه ان المهمة التالتة خلاص هتبدأ. بيتر بيقرر يتخلى عن امنيته وبيوعد الفيلة انه هيرجعها تاني لموطنها، وبتبدأ المهمة فعلا. وبيقول بيتر نكتة للكونتيسة، لكنها بتكون نكتة بايخة ومحدش بيضحك عليها، وبتحاول وقتها تعمل نفسها بتضحك على النكتة، لكن بيكون واضح جدا انها بتمثل. وساعتها بيعلن الملك ان بيتر خسر المسابقة ومش هياخد الفيلة، فبيتر بيكون عايز يسيب الفيلة ترجع لعيلتها، لكن الملك بيرفض وبيأمر الحرس ياخدوها للقصر بتاعه. لكن الفيلة فجأة بترش مية على الملك، فبتضحك عليه الكونتيسة ضحك حقيقي من قلبها، وبيضحك كمان الملك، وبيعلن فوز بيتر بالفيلة رغم ان الفيلة هي اللي ضحكتها. وبيقول الملك ان مش مهم بيتر او الفيلة اللي عمل كده، المهم ان المستحيل بقى حقيقي. وبيحاول سكان المدينة بعدها يلاقوا طريقة يرجعوا بيها الفيلة لموطنها، ومش بيبقوا عارفين، لكن مدام لافون بتكون مؤمنة بقدرات السحر، وبتدخل مدام لافون وبيتر للساحر السجن، وبيقنعوه يحاول من جديد انه يرجع الفيلة لموطنها. فبيوافق الساحر بعد ما لقى اخيرا حد مؤمن بقدراته، وبيدخل كل السكان مع الفيلة وسط المدينة علشان الساحر يرجعها تاني. وفي نفس الوقت ده أديل بتترجى ماريا انها تروح عند الفيلة عشان تشوفها مرة اخيرة، فبتوافق ماريا. وساعتها بيكون فيلا بيراقب كل حاجة من بعيد، وبيقرر يخرج هو كمان وبيحضر نفسه مع بيتر. وفعلا كل الناس بتتجمع وبيكونوا مؤمنين كلهم بقدرات الساحر، وبيبدأ الساحر التعويذة بتاعته، وبيفضل يكررها كذا مرة لحد ما الفيلة فعلا بتختفي وبترجع لموطنها. وبتبدأ السحب تدوب والشمس بتظهر، وبينزل الجليد على المدينة، وأهل المدينة بتكون رجعت لهم الثقة بنفسهم مرة تانية. وبتروح بعدها ماريا عشان تاخد أديل، لكنها بتشوف بيتر هناك مع الفيلة، ومبيكونوش هما الاتنين مصدقين انهم لسه عايشين. تحضن أديل أخوها، وأخيرا بيرجع بيتر لأخته، وبيحتفل كل سكان المدينة بلم شمل بيتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة.